اسماعيلية جينا عشان نصور دار أهل الخير لضيافة المغتربات. الحاجة وفاء الجوهري حدوتتها مختلفة، حدوتة إنسانية. قررت إنها تفتح دار علشان تجمع فيه كل المغتربات اللي من جميع المحافظات، علشان بيجوا هنا ياخدوا إشعاع وكيماوي. الحقيقة إن هي مش بس مجرد دار بيرتاحوا فيها ويقعدوا فيها، لأ، هي كمان مهيئة لهم جو من الدعم النفسي الكبير. حنينة عليهم، بتسأل عليهم، بتشوف طلباتهم. الحقيقة ان هي حدوتة انسانية بحتة. جينا عشان نسمع حواديت مرضى السرطان وازاي الدار قدرت تحتويهم، وعرفوا الحاجة وفاء الجوهري ازاي. وطبعا هنتكلم كتير مع حاجة وفاء على ازاي جت لها الفكرة وايه الحواديت اللي قابلتها هنا في الدار. والحقيقة عشان دخلت العيد قررنا ان احنا نيجي نحتفل معاهم، نفرحهم ونفرح معاهم، لان دايما الالم بيجي بعديه امل في الحياه وفي اللي جاي. تعالوا نشوف مع بعض دار اهل الخير لضيافه مغتربين مرضى السرطان. دار اهل الخير لمغتربات مرضى السرطان، معايا حاجه وفاء الجوهري مؤسسه الدار. ازي حضرتك؟ اهلا بيكي يا حبيبتي، اهلا بيكي. انا في الاول عايزه اسال حضرتك، الفكره اصلا جات لك ازاي انك تعملي دار، تاسسي دار تجيبي فيها كل المغتربين بتوع مرضى السرطان عشان تجمعيهم هنا؟ الفكره جات لك ازاي؟ جاتني من مريض سرطان كان محول مستشفى الحسين الجامعي، واتصل بيا قال لي هبات. قلت له هتبات فين؟ قال لي هبات في دار ضيافه. كان الاول مرضى السرطان الناس اللي هي بتيجي على المستشفى هم ما لهمش حق الاقامه في المستشفى، عشان هم كلهم بيتعالجوا في بلدهم كيماوي وكده، وبيجوا ياخدوا العلاج التلطيفي اللي هو الاشعاعي. 20 جلسه 30 جلسه، فيا حبايبي كانوا يجوا ما فيش اماكن. وانت عارفه اللي بيعمل حاجه بالفلوس هم بيبقوا مش قادرين، فبيبقى يعني طبعا وضعهم صعب، لان هم في الاخر بيضطروا خلاص هيباتوا فين، او عشان مثلا يباتوا في مكان فبيتكلفوا فلوس كتير. أيوة. برضه فلما جه حكى لي قلت بقى انا عايزه اسس على وده كان حد معرفه يعني؟ كان مريض عندي، انا كنت متطوعه مش موظفه او بشتغل عند حد، لا انا كنت قاعده في مستشفى الاورام اساعد الناس غير قادرين. غير قادرين. فمن هنا جت لي الفكره بقى، فقلت انا عايزه اعمل دار ضيافه لمغتربين مرضى الاورام من غير قادره. فقالوا لي ازاي وكده، حكيت الفكره، فعملت اول دار كانت 2016 اول دار. بس احنا قعدنا دردشنا برضو قبل اللقاء، فالحاجه وفاء يعني غششتني شويه حاجات. فبدات عملتها، ولد زميل ولادي قال لي تعالي انا عايزه اعملها على رحمه وصدق على امي وابويا. اداني شقه اوضتين وصاله، وجم نظام بقى ايه، الله يرحم مامته وبابا خدموني وقعدوني بصراحه الناس فتره. جم النظام هيهدوا البيت. هيهدوا البيت؟ جه بقى مش بايديهم الحاجات دي، هيهدوا البيت. فقالوا لي يا طنط احنا هنهد البيت، واول ما تمشي هنرجعك تاني، يعني خدي حاجه. فكانت قلت انا عندي 15 مريضه وعايزه سكن ليهم، بس ايجار بسيط عشان اقدر ادفع. فلقيت كان في الوقت ده معاكي 15 مريضه؟ فلقيت واحده حبيبتي، واحد راجل محترم، احدى رجال الاعمال في اسماعيليه، ولازم اقول عليها، ومن زمان قال لي ما تقوليش انا هقول عليه، الحاج سالم العدوي. لقيت مراته الحاجه ايات العدوي جايه لي بالعربيه، قالت لي حاجه وفاء انت فين؟ قلت لها انا في البيت. قالت لي انزلي عايزاك. جابتني، مشينا جابتني الشقه دي، قالت لي ايه رايك؟ طبعا يعني الثانيه كانت اوضتين، ده ربنا عوضني لان انا بعمل حاجه بحب. قولي لي ليه مرضى السرطان بالتحديد؟ عشان كان عندي الموضوع ده. كانت ليا اختي مريضه كانسر دم، وكانت قاعده في السرير كده مسكت العلاج وقالت طب الفقير يعمل ايه؟ ضربت في دماغي. فكرت طلعت مع محمد شعلان مستشفى الاورام، بقينا ندور بقى على العيان غير قادر. محمد شعلان وداني جمعيه رعايه مرضى الاورام عند الحاج يوسف سهمون. قعدت هناك فتره، وبعدين لما جيت اتفرغ بقى لدار الضيافه، لان الدار الاولاني كان صغير وكان مش عارفه ان انا اجيب دار اكبر. كان الحاج يوسف يعني ساعدني فيه بس صغير وامكانياته بسيطه. بس الحمد لله ربنا فتحها علينا، ونفسي اعمل بيت كبير واحط فيه كل العيانين واختم بناه، بس يا اما السرطان يموت بقى وما عادش حد يبقى. يا ريت كلنا نتمنى ده بصراحه، نتمنى ان الولاد كبروا بقى. بس انا كمان سمعت انك دايما بتاخديهم تخرجيهم وتفسحيهم. احكي لي ايه الحاجات اللي بتيجي في دماغك انك تعمليها معاهم عشان تحسني من الجانب المعنوي بتاعهم؟ بناخدهم الفيروز نفسحهم. كانت ليا صديقه حبيبه جابت صديق يعني واحد معانا
اقول اسماء ولا بنات؟ طبعا. احمد الشاذلي ومنى حبيبتنا جابته جم خدوا مركب وفسحوهم. الدكتوره ايناس الخباز بتيجي هي وحنان حسن يفسحوهم. هبه صاحبتي تبعت لهم حاجاتهم. اهل الخير كتير. غاده صاحبتي كلهم حبايبي حبايبي. وده بيأثر في نفسيتهم؟ اكيد اكيد. وفي عيد الام بعمل لهم حفله عيد الام واجيب لهم كل واحده هديه. بجد؟ والله. والله احنا جايين عشان نحتفل بالعيد وأميرة معاكم. حبيبتي اللي جابتكم عندي دي حاجه. أيوة يعني أميرة انا سعيده حبيبتي. سعيده بيكم والله. والله احنا اللي سعداء جدا جدا، وجينا عشان نحتفل بالعيد معاكم شكراً. ونفرحكم. بس الحقيقه ان احنا اللي طالعين عندنا طاقه ايجابيه وفرحانين جدا بوجودنا معاكم. شكرا يا يومنا، شكرا ليكي. بشكرك يا حبيبتي.